تسمع عن معروف الكرخي؟ قريت كتاب مثنوي بيقولك إن إبراهيم ابن أدهم كان ليه أحوال، ويا سلام على أقوال الحسن البصري، جمل الجنيد، جمال الشبلي، لغة الحلاج، زهد الشاذلي، عبادة الرفاعي، وسر الدسوقي، وفلسفة ابن عربي، وحب ربع العدوية، وشطح البسطامي، وغيرهم كتير. كل واحد فيهم كان ليه حال مع الله. مقام مع أحمد عبد الجواد على راديو كامت، محطة على المحطة. يعني ايه طريقة صوفية؟ يا ترى هم الناس المجاذيب، ولا المبهدلين، ولا الناس اللي بترقص تنورة، ولا اللي بيزوروا المقامات؟ هم دول الصوفية؟ خلونا نقول الطرق الصوفية كتيرة ومنتشرة في كل أنحاء العالم، ليها طقوسها، ليها مفاهيمها الخاصة، ليها أورادها ومواقعها ومريديها وشيوخها. لو حد عايز يتكلم عنهم ده موضوع محتاج برامج ومراجع كتير قوي، لكن ممكن نفهمهم من ناحية تانية. ممكن نفهمهم لما نتكلم عن الأولياء، عن الناس اللي أسسوا فكرة التصوف وعاشوا عمرهم بيه. النهاردة هنتكلم عن الإمام الجنيد. عمر ما كان مرور الجنيد مرور عابر في طريق التصوف الإسلامي، لأنه ساب علامة وتراث شالوا تلاميذه اللي عرفهم التاريخ باسم الجنيدية. هو واحد من أهم المتصوفين المعتدلين. طريقته قامت على الزهد، وكان بيقول دايما الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. النهاردة هنتكلم عن الجنيد اللي عرفوه باسم شيخ وقته، أبو القاسم الجنيد بن محمد الخراز القواريري، واحد من أهم أعلام التصوف، نقدر نقول رائد حركة التصوف. في مدينة بغداد اتولد طفل عادي للسيد محمد الخراز، لكن البيئة اللي حواليه ما كانتش عادية. خاله هو الصوفي المعروف السر السقطي، وصديقه الحارث المحاسبي، اتنين من أهم الصوفية في تاريخ بغداد. قرر الفتى الصغير دراسة الفقه، ولما درسوا على إيد أبي ثور، وده كان واحد من تلاميذ الإمام الشافعي. الجنيد كان بيفتي الناس وهو عنده 20 سنة. بيحكي حدوتة صغيرة إنه كان بيلعب جنب خاله، فسأله: يا غلام ما الشكر؟ فقال له: الشكر ألا تعصي الله بنعمه. فقال له خاله: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. الجنيد لما بيفتكر الكلمة دي يقعد يعيط ويحكيها لأصحابه لحد ما كبر. كان دايما بيقول لمريديه اللي ما بيحفظش القرآن وما يكتبش الحديث ما ينفعش نقتدي بيه في طريق التصوف، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وكان بيقول كل الطرق مسدودة على الخلق إلا طريق واحد، هو طريق الرسول واتباع سنته، لأن طرق الخيرات كلها مفتوحة على طريق الرسول. دايما كان بيظهر تواضعه، كان يظهر زهده بين الناس، مع ان الناس كانت عارفة حسبه ونسبه. ودايما كان بيبقى حريص على كسر الكبر في نفسه، كان بيحاول يطوعها. في يوم كان الجنيد ماسك سبحة، استغرب راجل وقال له: ازاي تبقى شيخ معروف وبتسبح على سبحة زي الناس العادية؟ قال له الجنيد ان ده طريق وصلت بيه لربي ولن أفارقها. كان بيعتبر السبحة واحدة من طرق الوصول للوجد. الوجد هو الحنين لربنا طول الوقت. من أهم القضايا اللي اهتم بيها الجنيد الفناء. هتقولوا لي يعني إيه الفناء؟ الفناء باختصار مصطلح صوفي جميل، معناه انعدام الشعور بالنفس، حالة كده من عدم الوعي بأي حاجة إلا جمال العبادة، فكأنه بيفنى في العبادة. الجنيد كان حريص على وعي الصوفي، وكان بيتكلم عن الفناء باعتباره توحيد إرادة العبد مع إرادة ربنا. يعني ببساطة تبقى عايز من جواك اللي ربنا عايزه. وكمان كان الجنيد شايف الإنسان كمخلوق ضعيف بيستمد أي قوة فيه من ربنا، واعتمد في مذهبه على فكرة التوحيد وإفراد ربنا بالعبادة. هي دي الأرضية اللي اعتمد عليها الجنيد في رؤيته للتصوف، واللي طبقها كمان تطبيق عملي. ده بيبان في الحدوتة اللي حكاها واحد اسمه عبد الله المكانسي. قال إنه كان قاعد عند الجنيد، جات واحدة ست وقالت له: ادعي ربنا عشان ابني ضاع. فقال لها: اذهبي واصبري. راحت الست ورجعت، نفس الكلام: ادعي ربنا عشان ابني ضاع. والجنيد يرد عليها بنفس الرد، لحد ما جات المرأة وقالت له: صبري نفد، ما بقاش عندي طاقة، ادعي ربنا. فقال لها الجنيد: لو كان زي اللي قلتيه ارجعي فقد عاد ابنك.
الست رجعت فعلا وقعدت تشكره وهي فرحانة. فتلاميذه قاعدين قالوا له طب انت عرفت ازاي؟ قال لهم ببساطة ان ده تطبيق الآية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المحب عند الجنيد هو عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربي، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه. قلبه اتحرق من النور، حد كده صفى فشرب من كاس ود ربنا. ربنا كشف له الأستار، فإن تكلم بالله، وإن نطق عن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. بالكلمات دي للجنيد نختم حلقتنا النهاردة. كان معاكم الدرويش القلندري أحمد عبد الجواد، وبرنامج مقام على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع مقام مع أحمد عبد الجواد على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.